مرحبا بكم. يبدو أنني رأيت هذه الوجوه من قبل، لا أدري متى، لكني بالتأكيد قد قابلتها في مصر. إنني لن أنسى هذا الوجه الذي لوحته الشمس، وهذه الآنسة التي تضع العوينات وتعكس شعرها، والزميل الذي قد تساقط شعر رأسه في عدة مواضع. هذه اليد القوية، إنني أعرفها، تذكرتها على الفور حين صافحته. هيا تعالوا إلى الداخل، إلى حيث الظل. سأقدم لكم بعض عصير الليمون البارد، ويمكنكم أن تستمتعوا بهواء المكيف المنعش، وأن تنزعوا أحذيتكم لو أردتم. كلا لا تخجلوا من رائحة جواربكم، فالروائح الكريهة أمر معتاد ها هنا، حتى لم نعد نلاحظه. رحلة شاقة، أليس كذلك؟ كيف جئتم؟ لابد أنكم ركبتم بعض عربات الجيب من ياوندي. إنه لطريق مرهق للوصول إلى هذه القرية التي تبعد أميالا عن أنجاونديري. هي أنت، هل لك أقارب في شبين الكوم؟ إن وجهك يذكرني تماما بأحد أطباء دفعتنا. كان من شبين الكوم، وكان سمحا بشوشا، لكني نسيت اسمه للأسف. مرحبا بكم، اشربوا الليمون ولا تخافوا، فالليمون مطهر، وهذا الماء قد سبق غليه. لابد من عمل هذا في المناطق الحارة. هل تتعاطون أقراص الوقاية من الملاريا؟ وهل تلقيتم لقاحات الحمى الصفراء والكوليرا والطاعون؟ أحسنتم صنعا، لن نترك شيئا للظروف كما تعلمون. لا تنسوا أن هذا الإقليم موبوء بذبابة تيسي تيسي التي تسبب مرض النوم. مضحك؟ لا لا، ليس مضحك على الإطلاق. فمن النادر أن يذهب المريض به إلى مكان آخر غير القبر. هناك كذلك أمراض عمى النهر وكلاء آذار كلها ليست مضحكة إلى هذا الحد. ثم لا تنسوا الإيدز. كلا، أنا لا أحاول أن أكون مرعبا، فقط أنا أضع النقاط على الحروف. اسمي علاء عبد العظيم. سني حاليا 29 عاما. أعزب ولا أدخن، وهذه اللحية المحيطة بفمي. تسألون أسئلة غريبة، ولو لم تكونوا ضيوفي لقلت إن هذا ليس من شأنكم. لقد أطلقتها هنا ولا أدري سبب ذلك. ربما لأبدو أكثر سنا وأكثر علما. إن العوينات مع اللحية تجعلك تبدو راهب علم، هذا مؤكد. لماذا جئت ها هنا؟ سؤال غريب يا باسم، أليس اسمك باسم؟ لنقل إنني لم أجد نفسي في مصر. هناك قصة طويلة تشرح هذا، لكن الحين ليس حينه. أنا سعيد ها هنا، أشعر أن الناس يحتاجون إلي، وأشعر أنني مفيد. إنه موضوع خطر بعيد وحياة شاقة، لكن الأرض السوداء هي مقطعة التفاح والزهور. هي، ارفعي صوتك فأنا لا أسمعك. ماذا؟ تسألين عن أكلة لحوم البشر؟ إنهم موجودون في الجنوب الشرقي. لا تنسي أننا نجاور الكونغو، لكني لم أرهم ولا أتمنى أن أراهم. نعم، هذه تجربة غريبة يخوضها شاب مصري ها هنا، لكن هناك سواي المئات ممن يعملون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق التعاون الأفريقي وأطباء بلا حدود. فقط أنا المصري الوحيد الذي يعمل في جهاز سفاري. إن أشياء غير عادية ستحدث حالا، لكن لن تراهنوا على ذلك. شاب مصري آخر من الذين يملؤون الطرقات في ليالي الخميس يقف في شرفة داره معصرا بسروال المنامة والفانيلا الداخلية، وجواره على السور تقعي هرته مشمشية اللون ناعسة العينين تقر. يأتي أصدقائه ينادونه من الشارع مصفرين، فيعهر بحثا عن قميصه الذي أخذه أخوه وخرج غالبا. يفتح درج مكتبه الذي يحتوي كتب مصطفى محمود وأنيس منصور بحثا عن زجاجة البروت ذات القلادة المعدنية. يغمر وجهه بالعطر ثم يخرج وفي جيبه 5 جنيهات عليه أن يبكي منها أكبر قدر ممكن. شاب يدخل السينما ويتشاجر لأن رواد الترسو يقذفون الصالات بلفافات التبغ المشتعلة، ثم يخرج مع أصدقائه ليتشاجر من جديد معهم، لأن كل منهم يصر على أن الحسناء التي ترتدي الجنس ابتسمت له هو بالذات.